قضية سامي أكرم اللي مات مغدور، اللي ولات حكايته قضية رأي عام في المغرب، وخاصة أنه اللي غدروا به هم أصحابه. سامي أكرم هو من مواليد 2003، شاب مغربي معروف بأخلاقه والناس الكل تحبه، والعام هذا كان ناوي يكمل الماستر. سامي كان مغروم بزاف بالدراجات الناريه ولا باللي موطار. والديه كي شافوه باللي يموت عليهم ولاو راحوا شراو له واحده. واحد النهار جاو صحاب سامي عيطوا له باه يخرجوا. هو في الاول كان مش حاب يخرج معاهم، ولكن هما اصروا عليه باه يخرج. كي بقاو يحاولوا فيه كيما هكاك ولا خرجوا معاهم وراحوا الفاست فود كلاو مع بعضاهم. كي عادوا خارجين واحد من صحاب سامي كان على باله بسامي قد ما كان يموت على لي موطار، ولا قال له انا شريت موطو جديده وما عنديش رخصه السياقه، اروح سوقها انت. سامي دار الموطو هذيك وبدا يسوق فيها. كي كان سامي يسوق في الموطو هذيك جا طوموبيل قاويه ضربته ونطرته للحافه تاع التروتوار. في الضربه هذيك طاح سامي، طاحت عليه الموطو ودقدقته حرفيا، كسر فيه رقبته وتكسر العمود الفقري تاعو وتكسر في قدها من بلاصه في الجسم تاعو، وحتى الريه تاعو تخربت. من وراها جاو ليه صحابو اللي كان معاهم في الفاست فود، هزوا الموطو هذيك وهربوا. وتخيلوا ما عيطوا للاسعاف، ما خموا في صحايبهم، ملتو بيه، داروا كل ما صرا والو. امو كانت قاعده في الدار، جات تدخل التليفون لقات ستوري محطوطه فيها انا لله وانا اليه راجعون. ما فهمتش شكون مات وش صرا. وفي هذيك الدقيقه جا عندها راجلها قالها نوضوا نروحوا للمستشفى، ولدك سامي دار اكسيدون. هو في الحقيقه سامي في هذيك الدقيقه كان مات صاي، ولكن بويو ما حبش يخلع امه بحكم عندها مرض القلب. الام هذيك ناضت مخلوعه على ولدها ومتحيره، ما جات توصل للمستشفى لقيت العائله تما كامله اصحابه والناس الكل يعرفوا سامي لقاتهم في المستشفى. الام حارت، ولكن اللي تما اكتشفت بلي ولدها فارق الحياه. ولكم ان تتخيلوا المستشفى كيفاه كانت كي يعلنوا فيها خبر وفاه. وفي هذيك الدقيقه كي كانت الدنيا كيما كاك مخلطه في بعضها، جاو شهود عند والدين سامي وخبروهم بلي ولدهم ما ماتش موتة عاديه، يعني ماشي بسبب حادث المرور هو اللي مات. الام كانت في عالم اخر، ما هيش اصلا مركزه معاه، واش قاعدين يهضروا معاها. فاتت الدفينه تاع سامي ربي يرحمه وفاتوا من وراها هي مات. امه تعاود تفكر واش قالوا لها شهود في المستشفى، واش خامت دير. خامت تروح للكاميرات المراقبه اللي كاينين في الطريق وتشوفهم واش كاين فيهم بالضبط. وهذه النقطه بالذات اللي خلت الحكايه تولي قضيه راي عام. لقيت كاميرات المراقبه تاع الطريق اللي صرا فيها الحادث هذا حابسين كل ما يخدموش. الكاميرات تاع الفاست فود اللي كانوا فيه كيف ما يخدموش. واحد الفاست فود كيف قريب للطريق اللي صرات فيها اكسيدون قال لهم تاني الكاميرات ما يخدموش. ولهنا ولا شك كبير كيف هذه صدفة الكاميرات اللي كاينه كل حبست ضربه واحده في نفس الوقت. والحاجه اللي زادت الشك تاع ام سامي تاع حضره الشهود هذيك صحيحه، هي انهم كي كانوا يروحوا يسقسيو على الكاميرات المراقبه هذيك واش فيها، كانوا الناس هذوك اللي حاكمين الكاميرا يسقسيوهم انتما ابو ام سامي على اساس انهم جاوهم من قبل. وحتى انه واحد فيهم سقساهم قال لهم بلي نتوما اللي بعثتوا خو سامي الكبير المره اللي فاتت باه يشوف الكاميرا. هنا والدين سامي تصدموا لانه سامي ما عندوش خو كبير. ومن وراها بمده زاد عرفوا واحد المعلومه غريبه خلاه، انه الطوموبيل اللي ضربت سامي كان اللي سوق فيها ما عندوش رخصه سياقه. وهكا ولات كاينه علامه استفهام كبيره في قضيه سامي، والراي العام في المغرب يطالب به تبان الحقيقه. ولا صحابو داروا له كاك وش الهدف تاعهم مازال مجهول الى يومنا هذا. درك انتم بعد ما سمعتوا تفاصيل القضيه كامله قولوا لي واش ممكن يكون السبب اللي يخلي صحاب يديروا في صحايبهم كيما هيك. وهيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تابعوني حسابي تاني خليه لكم لهنا، وعلى الايجي اكرام بشكو.